يا أهلا بأصحاب القلوب البيضاء وأهلا بيكم في الفيديو التاني على قناتي اللي هنكمل فيه كلامنا عن غسالة زانوسي بيرلاماكس. هنتكلم أكتر باستفاضة عن كل التفاصيل اللي هتساعدك عن موديلاتها وضمانها وكمان صناعتها والفرق بينها وبين ستيم ماكس. هجاوب على أكتر الأسئلة اللي بتيجي عليها، وكمان هقول لكم مميزاتها وعيوبها وإزاي تستخدميها. في الفيديو الأول اتكلمت عن الأزرار وطريقة استخدامها، وقلت لكم في الفيديو التاني إن شاء الله نتكلم عن البرامج المختلفة وإزاي تستخدميها. ولكن لقيت أسئلة كتير جدا، تقريبا مفيش فيديو على اليوتيوب لامم كل الأسئلة دي ومجاوب عليها. النهاردة قررت إن أنا هقدم لكم كل الإجابات اللي هتساعدكم لو انتوا بتستخدموا الغسالة دي أو هتشتروها لأول مرة. لو عندكم أي أسئلة هستناكم في التعليقات، وكمان لايك للفيديو لو مش مشتركين في قناتي اشتركوا علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. ويلا بينا نبدأ. الكتاب اللي مع الغسالة بيسهل عليكي ازاي تستخدمي البرامج دي وكل حمولة، وازاي تختاري البرنامج المناسب لدرجة اتساخ الملابس اللي انت بتغسليها. عايزة اقول لكم على ملاحظة صغيرة، ان اول 3 برامج تقدري تتحكمي في كل حاجة فيهم، في درجة الحرارة، في العصر، تضيفي غسلة أولى، تستخدمي المكوى، تضيفي شطفة، تضيفي نهاية الغسلة، تتحكمي في البخار، وكمان تتحكمي في الوقت. غسالات زانوسي كام كيلو؟ الغسالات في زانوسي بتبدأ من 6 كيلو. ال6 كيلو وال7 كيلو وال8 كيلو هما موديلين اتنين، بيرلا ماكس وستيم ماكس. أما بالنسبة ل9 كيلو و10 كيلو فهم مختلفين وصناعتهم مختلفة. هنبدأ أول حاجة ب6 كيلو وال7 كيلو وال8 كيلو. هما تجميع مصري، لكن هما إيطالي وفيهم بعض القطع صناعة مصرية. أما ال9 كيلو وال10 كيلو فهم إيطالي بالكامل. في ناس بتسأل اللي بتشتريها هو الضمان والكتالوج بيكون فين؟ الضمان والكتالوج ما بيكونش تحت التغليف، ولا بناخده من المعرض، ولكن هو بيكون في كيس بلاستيك كده جوه الغسالة نفسها. اما بالنسبة للضمان هنتكلم عن ضمان 6 كيلو و7 كيلو و8 كيلو. هنتكلم في موديلين اتنين فقط وهما بيرلا ماكس وستيم ماكس. الضمان بتاع بيرلا ماكس 5 سنين شامل على الغسالة، اما ستيم ماكس هو 10 سنين على الموتور. تغليف للغسالة بيجي بشكلين مختلفين، في التغليف اللي هو بالكرتونة وفي التغليف اللي هو بيجي ملفوف بالبلاستيك شبه الراب. عايزة اقول لكم ان هما الاتنين مصنع واحد، بس اللي في كرتونة افضل ليه؟ علشان هي بتتفك عند التاجر وبيتشيك عليها، لكن الملفوفة دي بتتشاف من بره بس، لو فيها اي خبطات فيها اي حاجة بترجع لزانوسي تاني. في ناس كتير اول ما اشترت الغسالة لقت فيه مية بتنزل منها. ده طبيعي جدا يا جماعة، انا اول ما جبتها خفت زيكم بالظبط، ولكن هو ده تجريب من الشركة نفسها، قبل ما بتخرج الغسالة بتجربها الأول. بالنسبة للبيرلا ماكس وستيم ماكس في البرامج، بيرلا ماكس 11 برنامج، أما ستيم ماكس 14 برنامج. دلوقتي أنا محتارة أجيب بيرلا ماكس ولا ستيم ماكس. عايزة أقولك إن الستيم ماكس فيها برامج بخار أكتر وموتور إنفرتر، أما البيرلا ماكس هي منتشرة جدا وعملية. بيرلا ماكس قطع الغيار فيها متوفرة أكتر من ستيم ماكس، ولكن ستيم ماكس انفرتر والباغة على الشاشة أقوى، وفي زي لوح إزاز كده على باب الغسالة بيحمي أي طفل لو الغسالة شغالة بخار وسخنة فبيحميه منها. عايزة أقولك إن ستيم ماكس كمان موفرة في الكهرباء والمية، متطورة أكتر من بيرلا ماكس. البرامج زيادة في التعقيم عن البيرلا ماكس كمان. هنتكلم دلوقتي عن الملحقات اللي بتيجي مع الغسالة، زي الكفر، زي القاعدة. اول حاجة هنتكلم عن القاعدة. القاعدة هي غسالة اوتوماتيك بتبقى خشب 60 في 60 في محلات قطع الغيار. ليه الخشب؟ لان الخشب افضل من الالومنيوم والستيل، لانها بتمتص اهتزاز الغسالة اثناء العصر وبتخليها ثابتة اكتر، وخصوصا ان هي ما فيهاش عجل. والكلام ده مش كلامي، ولكن هو كلام الباشمهندس بتاع الصيانة. طيب دلوقتي انا لو مشغله برنامج تعقيم، والبرنامج التعقيم بيبقى طويل جدا، هل هفضل فتره طويله مشغله الموتور بتاعي ولا في مشكله؟ طبعا غلط جدا لو انت هتفضلي مشغله الموتور، لان الغساله لازم الموتور بتاعك لازم يكون اوتوماتيك. وضع التعقيم محتاج ميه على طول لانه شغال بالبخار. في مجموعه كده بتتركب فوق الموتور بتخليه يشتغل اوتوماتيك. بالشكل ده هقدر احافظ على الغساله بتاعتي وتشتغل معايا البرامج بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت هحافظ كمان على الموتور بتاعي. لو انا هحط زهرة هحطها امتى وازاي؟ هحطها مع الشطف. ازاي هحطها؟ هخففها الاول بشويه ميه، وبعدين هحطها في المكان المخصص للزهره، لان في 3 خانات في درج بتاع الغساله. اول خانه هتلاقي عليها علامه طبق كده وفيها علامه واحده، وهي دي الغسله الاولى. تمام. في الخانه التانية اللي هي فيها طبق وعليها علامتين اتنين، دي الغسله العاديه اللي انتي ظابطه عليها البرنامج. اما التالتة اللي هي بتتحط فيها الزهره والمعطر، فهنحط الزهره مخففه مش هنحطها بودره.
كمية المسحوق اللي هتستخدميها أثناء الغسيل، لو الغسيل كتير حط كوباية إلا ربع، هو مناسب جدا. ما تكتريش في المسحوق قوي أو تقللي في المسحوق قوي علشان تحصلي على النتيجة اللي انتي تتمنيها أو ترضيكي. زي ما قلت لك، لو غسيل كتير هنحط كوباية إلا ربع، أما لو هي فوط ومحتاجة في يعني درجة اتساخ عالية حط لها كوباية. كلنا بنسأل استخدمها كم مرة في اليوم، وبين كل غسلة وغسلة قد ايه؟ هقول لكم بين كل غسلة وغسلة على الأقل حاجة ساعتين 2، وكمان ممكن تستخدميها 2 أو 3 مرات، بس المهم يكون حمل الغسالة مظبوط. مش مثلا أنا أشغل اللي هو اليومي وأحط فيه حمولة 8 كيلو فأنا بحمل على الغسالة، لازم الحمولة تكون مظبوطة. وطبعا تقدروا ترجعوا لحمولة كل برنامج عن طريق الكتيب بتاعه، في حمولة البرنامج واسم البرنامج ودرجة الحرارة المستخدمة وكمان درجة اتساخ الملابس. من المشاكل اللي بتقابلني إن هي مثلا كل شوية تفصل أو مش بتسحب المعطر، دي كهرباء غير مستقر. وكمان ممكن تفصل او تديكي تنبيه على الشاشة ان المية غير كافية او ضغط المية غير كافي. كل دي حاجات بتعطل الغسالة وبتوقفها عن تكملة البرنامج. طيب دلوقتي انا اخترت برنامج وشغلتها واخترت درجة الحرارة على 90، ولكن مش سخنة، يعني انا بحط ايدي على الباب كده مش بلاقيها سخنة، يدوب دافي. عايزه اقولك ان مش لازم يكون الباب سخن، ولكن احكمي على الغسيل لما يخرج من الغساله. انا دايما كنت اول ما اشغل الغساله احس ان هي مش سخنه، واتخيل ان السخان اصلا مش شغال، ولكن بعد استخدام فتره لقيتها ان هي عاديه جدا، ممكن ما تكونش سخنه من بره ولكن هي اصلا بتنظف الهدوم. لو انا خارجه وعايزه اشغل الغساله وتخلص دوره الغسيل بتاعتي قبل ما ارجع بساعه مثلا، هعمل ايه؟ اول حاجه هظبط البرنامج بتاعي. تاني حاجه في زرار اسمه تاخير بدايه الغسله، يعني مثلا انا هخرج دلوقتي وهرجع بعد 5 ساعات، هأخر الغسالة ازاي؟ تبدأ الغسلة مثلا بعد 4 ساعات بحيث تاخد الساعة وارجع على طول الاقي الغسالة خلصت الدورة بتاعتها. هعمل ايه؟ هظبط البرنامج وبعد كده ادوس على الزرار بتاع تأخير بداية الغسلة. في ميزة في الغسالة دي، هل ينفع أفتح الباب أول 10 دقايق أو 15 دقيقة؟ عادي، ممكن نفتح أول 10 دقايق أو 15 دقيقة، ولكن مش في كل البرامج. لو المية اتملت في الغسالة لدرجة إن انت لو هتفتحي الباب المية هتنزل من الغسالة، الغسالة في الحالة دي بترفض إن هي تفتح الباب. الغسالة بتفتح امتى؟ لما تكون الحمولة مش عالية، وكمان هي مش مالت مية كتير، مالت مية على قد الحمولة اللي فيها. في المرحلة دي أو في الحالة دي الغسالة بتفتح عادي جدا. في ناس بتسأل استخدم الجنس على اي برنامج؟ هنستخدم الجنس على برنامج الأقمشة الصناعية. طبعا لما بتختاري اي برنامج اول حاجة بيجيلك النظام بتاع الشركة اللي هي مظبطاه على البرنامج ده او الاستخدام الصح للبرنامج او للغسيل اللي انت هتستخدميه، بيظبط لك درجة الحرارة ودورة العصر وكل حاجة. تمام. انت لو هتستخدمي الجينز زي ما هو عاملك في الأقمشة الصناعية تثبتي عليه، هو شايف ان دي درجة الحرارة المظبوطة اللي مش هتأثر على الملابس، وهو ده الوقت المظبوط ليها. طيب دلوقتي انا اخترت برنامج معين، هو الوقت مثلا بتاعه ساعة، تمام، واخترت السخان بتاعه. طيب هي الغسالة فصلت قبل ما الساعة، انا حسبت لها الغسالة فصلت قبل ما الساعة تخلص. عايزة اقولك على حاجة، ان الوقت في الغسالة ده تقريبي، يعني لو انتي حاطة الحمولة اقل في البرنامج ده تمام، فهو بيحسب لك الوقت تقريبي، مش لازم تخلص بعد ساعة بالظبط، ممكن يطول ربع ساعة، ممكن يقلل ربع ساعة. من الأسئلة اللي ناس كتير بتسألها، برنامج الأقمشة الصناعية ده أو الناعمة استخدمه ازاي؟ أول حاجة هنلغي السخان خالص ونقلل لفات العصر، المسحوق بتاعه هيبقى كوباية إلا ربع. المشكلة المنتشرة عند كل الناس اللي بتستخدم الغسالة دي، بتعمل صوت عالي جدا وهي بتعصر، وفي صوت صفارة طالع من الغسالة. هل هي كده فيها حاجة؟ لا خالص، هو ده العادي بتاعها. وعايزه اقول لكم ان ده عيبها الوحيد، ده العيب الوحيد في الغساله دي. سؤال مهم كل اللي بيجي يشتري الغساله بيسأل، هل هي بتشتغل دفع مباشر ولا على سير؟ عايزه اقول لكم ان الغساله دي بتشتغل على سير. عايزه اقول لكم ان دايما الشركه في تطور وبتطلع موديلات جديده، زي مثلا ستيم ماكس في موديلين 2 اللي هو فاميلي كير 500 فاميلي كير 700، فدايما هي بتطور من الشكل الخارجي للغساله وكمان مميزات الغساله. ففي اختلاف الفتره دي في كل الموديلات وفي اختلاف في الاسعار. طيب اشتري من التاجر ولا من الشركة نفسها؟ انا من رأيي تشتري من الشركة نفسها. لو انتي عايزة موديل معين وكمان مش لاقيه عند الشركة، في الحالة دي اشتري من التاجر عادي، لان في تجار عندها موديلات قبل كده فموجودة عندها ما خلصتش. اما الشركة دايما بتنزل الموديلات، ممكن في الوقت ده الموديل اللي انت عايزاه مش موجود، فهماني، مش متوفر، فانتي الافضل ليكي اعمليه، بس انا من رأيي ان انت تشتري من الشركة نفسها. دلوقتي انا بغسل الهدوم بتاعتي وبتطلع من الغسالة مش نظيفة، ايه السبب؟
السبب ممكن يكون في حاجات انتي مش واخدة بالك منها. اول حاجة ممكن في كمية المسحوق اللي انت بتحطيه، درجة اتساخ الملابس اللي انت حطيتيها، حمولة الغسالة نفسها. ممكن تكوني مستخدمة برنامج حمولته 5 كيلو وانت مزودة عليه 3 كيلو، فالحمولة عالية جدا، الغسالة مش هتقدر تنظف بالشكل ده. ثانيا سحب المية هيبقى ضعيف جدا، فبالطريقة دي انت اللي بتعملي المشكلة. لو انا الهدوم بتاعتي درجة اتساخها عالية جدا وعايزة استخدم بالاضافة للمسحوق بتاعي العادي اللي انا بستخدمه، عايزة استخدم منظفات تانية. المسموح بيه فانيش والمسموح بيه كلوروكس الوان. المهندس قال لي ان كلور ممنوع في الغسالة دي، بيأثر على الغسالة. من المشاكل اللي بتقابل الناس بتقولي ان انا بخرج دورة الغسيل بتاعتي فيها معظم القطع متنتشة او مقطوعة. ايه السبب؟ هل حاجة في الحلة بتاعت الغسالة؟ عايزة اقولك ان السبب ان انت اخترتي نوع القماش اللي انت بتغسليه في البرنامج الغلط، هو ده المشكلة. ولحد هنا تقريبا جاوبت على معظم الأسئلة اللي بتقابل الناس اللي بتستخدم غسالة زانوسي أو اللي لسه هتشتريها لأول مرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو التاني عن غسالة زانوسي بيرلاماكس. شكرا لمتابعتكم والوقت اللي قضيتوه معانا. ولو كان عندكم أي تعليقات أو اقتراحات لفيديوهات جديدة خلينا نعرف في التعليقات. لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان تكونوا أول حد يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة لحد ما نتقابل في فيديو تاني.